نأتي إلى الوقف النوع الثالث من أنواع الوقف الاختياري. قلنا الوقف الأول من الاختياري التام وشرحناه، والوقف الثاني الكافي وشرحناه، وبينا بأن كلا هذين الوقفين يوقف عليهما ويبتدأ بما بعدهما. الآن نأتي إلى النوع الثالث الذي سماه إمامنا الجزري الوقف الحسن. الوقف الحسن أيها الإخوة هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي. طبعا إذا وجد التعلق اللفظي من باب أولى أن يوجد التعلق المعنوي، فيها كلا التعلقين. ونتابع في التعريف فنقول إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. هذا شرط حتى يكون الوقف حسنا. ما معنى وقف معنى تاما؟ يعني جاء ركن الجملة، جاء المبتدأ والخبر إن كانت الجملة اسمية لكن لم تأتي بعض التكميلات في الجملة، أو جاء الفعل والفاعل إن كانت الجملة فعلية وبقي أشياء كالجار والمجرور أو الظرف الزماني أو المكاني أو الحال أو ما شابه من أمور تأتي في كلام العرب. المثال دائما يوضح القاعدة. لما أقول أنا في فاتحة الكتاب بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله باسم جار ومجرور متعلقان بمحذوف. هذا المحذوف قد يكون فعل تقديره أبتدئ أنا بسم الله، وقد يكون اسما ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أقول بسم الله جاء المبتدأ والخبر المحذوفان، وجاء الفعل والفاعل المحذوفان، وجاء شيء مما يتعلق بهما وهما الجار والمجرور. بسم الله جار مجرور ومضاف إليه، لكن بقي شيئان، بقي الصفتان الرحمن الرحيم وصفان للفظ الجلالة لم يأتيا بعد. لذلك إن وقفت على بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم وقفي صحيح لكن لا أبتدئ. الوقف الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون الوقف الحسن رأس آية. سأتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل فحياكم الله. تكلمنا قبل الفاصل عن النوع الثالث من أنواع الوقف الجائز في القرآن الكريم وهو الوقف الحسن، وقلنا بأن الوقف الحسن تعريفه هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، يعني يتعلق من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، لكن الوقف عليها يعطي معنى تاما. يعني إما جاء المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل وبقي أشياء، فطالما بقي أشياء يصح أن أقف لأنه قد جاء الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر اللي هو المعنى التام، ولا أستطيع أن أبدأ بعد الوقف الحسن لأنه بقي أشياء. يعني ما بصير أنا أبدأ مثلا، نعود إلى البسملة التي تكلمنا عنها قبل الفاصل، لا يصح أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الرحمن الرحيم ما يصح أن أبدأ بمجرور. كيف أبدأ بكلمة مجرورة؟ وهل يبدأ بكلمة مجرورة؟ لابد أن نبدأ بجملة كاملة فاعل وفاعل مبتدأ وخبر إلى آخره. إلا أن يكون الوقف على هذه الكلمة التي أعطت معنى تاما ولم تأتي بقية أجزاء الجملة تعطي. إذا كانت رأس آية، لما تكون رأس آية كونها رأس آية هذا يسوغ لي أن أبتدئ بما بعدها. لما؟ لأن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقا كما سيأتي معنا إن شاء الله. ما معنى سنة مطلقا؟ أيها الإخوة لو فتحتم المصحف الشريف تجدون بأن القرآن العظيم يتألف من سور، 114 سورة، وكل سورة تتألف من آيات. هذه الآيات ما عرفت محلها آية 1 آية 2 آية 3 إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فهنا وقف وهنا بدأ، فعرف أن هنا آية، عرف أن هنا آية بوقفه صلى الله عليه وسلم وبدئه. إذن أيها الإخوة خلاصة الكلام
في الوقف الحسن ليس الإشكال في الوقف، الإشكال في البدء. لذلك قلنا في تعريفه يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. صار عندي الوقف التام والكافي والحسن ثلاثتها يوقف عليه، لكن التام والكافي ويبتدأ بما بعده. الحسن لا يبتدأ بما بعده، إلا في عندنا استثناء أن تكون الكلمة التي وقفت عليها وقفا حسنا رأس آية، هذا يسوغ لي أن أبدأ بما بعدها مع وجود التعلق اللفظي والمعنوي. لما؟ لأن رؤوس الآية عرفت من وقفه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوقف الحسن. نرى اللوحة التي تتعلق بالوقف الحسن. قال إمامنا الجزري رحمه الله بعد أن قال ما ترونه بالحبر الأسود وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق، هذا الوقف التام، أو كان معنى، هذا الوقف الكافي. فابتدي يعني فقف وابتدي. أرجو أن تفهموا معنى قول الجزري فابتدي، يعني فقف وابتدي، لأنه لا ابتداء إلا إذا كان ثمة وقف. فالتام سمي الأول، مين الأول؟ الذي ليس فيه تعلق. فالكافي سمي الثاني، من هو الثاني؟ أو كان معنى، يعني أو كان التعلق معنويا. ثم قال وهو ما ترونه الآن باللون الأحمر. ولفظا يعني إن كان التعلق لفظيا يعني إعرابيا فامنعا. فامنعا ماذا أيها الإخوة؟ ليس امنعا الوقف، وإن امنعا الابتداء، لأنه في الماضي ماذا قال في البيت الأول؟ آخر كلمة قال فابتدي، وهنا قال فامنعا. فالمنع ليس للوقف أيها الإخوة، وإنما المنع للابتداء. ولفظا فامنعا إلا، ثم استثنى فقال إلا رؤوس الآي جوز. جوز ماذا؟ جوز الابتداء بها. فالحسن يعني فالحسن سمه. فالحسن ما معناها أيها الإخوة؟ فالحسن سمه. نرى على اللوحة الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ومعنوي، إلا أن الوقف عليها يعطي معنى تاما. ما معنى معنى تام؟ أعود فأذكر دائما، يعني جاء المبتدأ والخبر إن كانت الجملة اسمية، وجاء الفعل والفاعل إن كانت الجملة فعلية. ما الحكم؟ انظروا إلى الحكم أيها الإخوة. يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. ثم استثنينا من التعريف فقلنا إلا أن يكون رأس آية، يعني إلا أن تكون الكلمة الموقوف عليها وقفا حسنا رأس آية. نحو انظروا إلى الأمثلة بارك الله فيكم. بسم الله، من بسم الله الرحمن الرحيم. فإن وقف يعود فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هذا وقف حسن لأنه تم المعنى. الحمد لله، في أحلى من المعنى؟ ما في أحلى منه. الحمد لله، ولكن لا يبدأ، لا يقول رب العالمين، وإنما يعود فيقول الحمد لله رب العالمين. المثال الذي بعده هذا في سورة البقرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. عند كلمة والآخرة أيها الإخوة تمام المعنى، تمام المعنى عند كلمة والآخرة، لكن تتفكرون رأس آية فيوقف عليها، يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها. كيف وقفنا عليها وابتدأنا بما بعدها مع أن الوقف عليها وقف فيه تعلقان لفظي ومعنوي؟ الذي سوغ ذلك كونها رأس آية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفه على رؤوس الآي. انظروا إلى المثال الأخير في الصفحة، قوله تعالى عن قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم إيه؟ بالليل.
فتمام المعنى عنده وبالليل. لكن المصبحين رأس آية وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعين يوقف عليها ويبتدأ بما بعدها اتباعا له صلى الله عليه وسلم. ولكن أنصح من يقرأ هذه الآية أن يقول وبالليل، أن يقرأها هكذا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولا يقول وبالليل أفلا تعقلون، لأن جملة أفلا تعقلون لا علاقة لها بكلمة وبالليل. وبالليل متعلقة بما قبلها، لا تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل، ثم قال الله أفلا تعقلون. أما إن قلنا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، صار كأنه المعنى أن الله عز وجل يطلب منا أن نعقل بالليل. لا، يريدنا أن نعقل بالليل وبالنهار، ولكن بالليل هذه متعلقة بالجملة السابقة. هذا هو الوقف الحسن. الوقف الحسن كما ذكرت هو يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية.